عليكم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة تاني يوم رمضان. كان نفسي اعمل لكم فيديو تحضيرات اول يوم رمضان، وكنت مرتبة لكم ان انا اصور لكم واعمل لكم فيديو حلو والله، بس الحمد لله تأتي الرياح بما لا تشتهي الانفس. قمت من النوم لقيت بنتي تعبانة وعمالة تقول بطني وجعاني وبترجع، فاتخضيت جدا ونزلت وديتها للدكتور. ومعرفش الدكتور طلب يعني شوية تحاليل وحاجات، لان مفيش سبب ظاهر من الكشف ايه سبب وجع بطنها، بس الحمد لله يعني عدت على خير. ورجعت تقريبا كانت الساعة 3 العصر، ما لحقتش بقى، كان فاضل يعني خلاص ساعتين او حاجة على المغرب، ولسه كانت المفروض هعمل محشي وهعمل حمام وهعمل رقاق، فما لحقتش اصور ولا لحقت اعمل اي حاجة خالص، وخلص اليوم كده من غير ما احس وتعبت فيه جدا، فالحمد لله عدى على خير. النهارده صحيت من النوم بقى وديت عمر المدرسة، وبعد ما عمر راح المدرسة رجعت عشان اعمل فطار للبنات. بعمل لهم بقى السندوتشات دي، قلت اصورها لكم واوريها لكم، لان بجد يعني لو جربتوها ممكن لو ولادكم ما بيحبوش ياكلوا سندوتشات البيض ممكن يحبوها جدا. انا بجيب العيش اللي هو الشامي ده اللي هو الخفيف ده، وبعمل بيض عادي لو شفتوه بملح وفلفل عادي جدا، واعمله قرص على في الطاسه على النار عادي جدا. وبعد كده بجيب بقى العيش بفتحه زي ما انتم شايفين، وبحط عليه البهارات اللي هي بتاعت اللي انا وريتها لكم، اللي انتم شايفينها في الفيديو دي، اللي هي بهارات الشاورما. برش رشه يعني مش كتير قوي، بس برش رشه خفيفه زي كده، ايوه زي ما انتم شايفين كده على العيش من جوه، واروح حاطه فيه البيض واروح برماه. بيبقى ساندوتش صغير وبقسمه كمان 2، فبيبقى صغير وبيتاكل على طول يعني على قطمتين، بس في نفس الوقت بيبقى طعمه حلو، وخلى الولاد يحبوا ياكلوا ساندوتشات البيض، ما كانوش بيرضوا ياكلوها. وعلى فكرة والله الموضوع ده من اختراعي، انا ما شفتوش في اي فيديو ولا شفت حد بيعمله، انا يعني عملته بالصدفة كده ولقيتهم حبوه، فبقى الساندوتشات مفضلة بالنسبة لهم. يعني عمر لو هعمله في اللانش بوكس ساندوتشات بيض يقول لي يا مامي اعملي لي ساندوتشات بيض بالبهارات، سموه كده وبيحبوا جدا، لكن لو بيض عادي ما يرضوش ياكلوه. فبقطعه زي يعني كده على يعني جزئين، عشان برضو ما يبقاش طويل قوي، واعرف احمصه في الطاسه. وبعد كده بجيب بقى الطاسه احط فيها حته سمنه صغيره واقلبه على الناحيتين لحد ما يتحمص، فبيبقى من بره مقرمش وطعم من جوه، بتبقى كأنكم بتاكلوا سندوتشات شاورما مش بتاكلوا بيض، يعني طعم البيض مش بيبقى ظاهر. ولو معاهم بقى شويه خيار مخلل بيحبوها جدا، وبتبقى فطوره حلوه قوي. يعني انا وانا بصوره دلوقتي الولاد راحوا واخدين على طول عشان عايزين يفطروا، بيحبوه قوي. بعد كده بقى رحت جبت عمر من المدرسة رحنا التمرين. والنهاردة أصلا كان عندي بواقي أكل طبعا زي أي بيت مصري أصيل، لأن أنا امبارح كنت عاملة محشي ورق عنب ومحشي كرنب ومحشي فلفل ورقاق وحمام وشوربة لسان عصفور، فالولاد أكلوا الحمام والرقاق، وكان المحشي تقريبا زي ما هو، ما كانش حد قرب منه، فكان عندي المحشي زي ما هو، فقلت مش هعمل أكل بقى، وكان فيه بواقي حمام. فانا متعوده لما بيبقى فيه بواقي اكل انا بعمل معاه اي حاجه حلوه عشان اشجع الولاد ان هم ياكلوا. يعني لازم يبقى فيه يا اما حلويات يا اما حاجه، وفي رمضان طبعا لازم حلويات. فامبارح هم جابوا حلويات من بره، فالنهارده قلت اعمل لهم صينيه بسبوسه. برضو صينيه البسبوسه دي بصراحه انا ما شفتش طريقه، يعني انا بعملها كده على طول، مش طريقه شفتها على اليوتيوب او حاجه. انا زي ما انتم شايفين بفضي كيس وبحط عليه شويه بيكنج باودر صغيرين، وبعد كده بحط السمنه، وبفضل بقى ايه يعني اقلب السمنه في البسبوسه لحد ما احس ان كل الحبيبات اللي هي بتاعه البسبوسه بقى فيها سمنه، اختلط بيها سمنه. لما خلاص كلها احس ان بقى فيها سمنه، بروح واخده بقى الزبادي، وزي ما انتم شايفين مش بالمقادير، انا بالاحساس، يعني مجرد ما احس ان العجينه لو العجينه في ايدك بعد الزبادي بقت طريه قوي، اعرفي انها هتنشف وهتبقى ناشفه قوي. لو بقت برضو ماسكه يعني سايبه مش عجينه مفرفطه كده، تعرفي برضو انها مش تبقى مظبوطه. لازم يا دوبك تتلم، بس في نفس الوقت ما تبقاش طريه، يعني بتبقى ملمومه بسيط بس مش طريه قوي، يعني ماسكه نفسها، ساعتها تعرفي ان هي هتطلع مرمله وهتطلع طريه وحلوه. انا لو حد حلف لي على مصحف ان انا هيجي يوم وهقول لحد على طريقه عمل البسبوسه، انا نفسي ما كنتش اصدق، لان انا عمري ما كنت بعرف اعمل بسبوسه، دي كانت من الحاجات المرعبه بالنسبه لي، انا اعمل بسبوسه يعني دي كانت مش ممكن. بس الحمد لله يعني الأمومة تصنع المعجزات زي ما دايما بقول، فبقيت اعرف اعمل بسبوسه. واللي احلى من كده كمان واللي انا مش مصدقاه ان ولادي بقى يطلبوا مني البسبوسه وبيحبوا بسبوسه بتاعت مامي، وحتى لو باباهم جاب لهم بسبوسه من بره، لانه احنا مش بنحب الشربات كتير قوي في البسبوسه، بنحبه معقول، يعني انا النهارده زودته شويه كمان. ف هما يعني ما بيحبوش اي بسبوسه غير البسبوسه بتاعتي، فدي حاجه والله يعني الحمد لله يا رب، دي بقى حاجه من عند ربنا لان انا ما كنتش اتخيل اصلا ان انا ممكن اعرف اعمل بسبوسه.
بافردها بقى أول ما باحس إن هي خلاص بقت يعني زي ما قُلت لكم العجينة ولا هي طرية أوي ولا هي ناشفة أوي، بافردها في الصينية، والصينية دي أنا عندي 3 صواني بتوع بسبوسة تحت بعض يعني صغيرة ووسط وكبيرة، دي المقاس الوسط، بافرد فيها الكيس بتاع البسبوسة بتبقى يعني مناسبة أوي الحجم بتاعها ليه، وأنا اللوز ده اللي أنا كنت جايباه اللي وريته لكم في الفيديو بتاع الياميش بتاع رمضان، هابقى أحط لكم برضه اللينك بتاع الفيديو في آخر الفيديو هيظهر عندكم في شاشة النهاية، وممكن أبقى أحطه لكم برضه في تعليق مثبت أو في صندوق الوصف، اللي حابب يشوف ايه المكسرات اللي أنا جبتها وجبتها منين، ولو حد عايز يطلب كمان من عند البنت اللي جبت من عندها هتلاقوا كل حاجة في الفيديو. بس هي حلوة أوي وتحفة جدًا. وبعد كده بقى طلّعت تمر، وبرضه قُلت أحشيه لوز عشان أحطه للولاد يفطروا عليه برضه قبل الفطار، وإحنا كمان نفطر عليه. كان طعمه حلو جدًا لمّا بنحشيه لوز بيبقى طعمه إحنا بنحبه جدًا، بس أنا ما بارضاش أعمل كمية كل يوم، ممكن أعمل شوية، لكن باعمل كمية على بعضها ساعات الولاد ياخدوا قطمة ويرموه وبتاع، فأنا باعمل أول بأول كده. وساعات مثلًا أحب أحشيه لهم سوداني، مرّة أحشيه لهم كاجو على حسب يعني باشكِّل، فعشان كده ما باعملش كل التمر مرّة واحدة. وعندي لانا ولارا بيحبوا جدًا قمر الدين، فكانوا عايزين نعمل لهم قمر الدين، فعملت لهم شوية، بس أنا كان ده خلاص كان المغرب هيدَّن وأنا كنت يعني هُم طلبوه مني قبل المغرب، فطبعًا لمّا بابقى يعني ما لحقتش أعمله وأسيبه من بدري في المَيّة، باحمّل له مَيّة سخنة وأقلّبه فيه. القمر الدين ده برضه كنت أنا وريتكم المشتريات مع في نفس الفيديو بتاع الياميش بتاع أبو عوف، حلو أوي وطعمه حلو جدًا. عملت لهم القمر الدين وعملت لهم البسبوسة طلعت. أنا بادوس أوي على اللوز من جوّه عشان خاطر ما يبانش، لإن لانا ولارا ممكن في واحدة فيهم ما بتحبش اللوز يبقى باين، لكن عادي تاكله لو ما شافتهوش، فأنا باحب يبقى مش باين عشان خاطر ياكلوه، لكن عمر ابني بيحب ياكله ولارا تقريبًا بتحب تاكله، لكن أنا باتلخبط ما بينهم، بس هي في واحدة ما بترضاش تاكله، عشان كده أنا باخليه مش باين عشان ترضى تاكله يعني مع البسبوسة. بس هي كانت تحفة، وزي ما انتم شايفين مرملة وكانت طرية وحلوة جدًا، بس طبعًا إحنا كان لسه المغرب ما أذنش، وحبيت أوريها لكم بس ورجعتها تاني مكانها. دي كانت البسبوسة بتاعتي والحاجات اللي عملتها للولاد النهارده جنب الفطار، وده كان فيديو النهارده. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قريب بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، سلام عليكم.